الموضوع ده موضوع مقلق لأنه لما بيجي بيعجز الإنسان. أصدقائي، هتكلم معاكم النهارده في موضوع يهم ناس كتير قوي، يهم كل الناس بأعمارها كلها، صغيرين وكبار، سيدات رجال. موضوع الانزلاق الغضروفي موضوع بيهم كل الناس وخاصة الشباب. الموضوع ده موضوع مقلق لأنه لما بيجي بيعجز الإنسان. الانزلاق الغضروفي لما بيجي الواحد يبقى قدامه حل من اتنين: يا إما يبتدي يعمل علاج دوائي وعلاج طبيعي لفترة ما تقلش عن 4 ل 6 أسابيع، بعديها يا إما بيخف يا إما ما بيخفش. إذا خف عادة بيرجع الانزلاق تاني مرة تانية لأنه مرض لا ينتهي، لكن إذا ما خفش أو رجع تاني بيبقى متحمل على نفسه، لأن كتير من الناس بتبقى الحقيقة رهبة موضوع الجراحة، مش عايزة تعمل جراحة، فإذا بيفضلوا فترة طويلة قوي 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 مستنيين لما الموضوع يستوي والآلام تبقى شديدة قوي ويروح يسلم نفسه للجراحة. هذه الفترة الطويلة قوي 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 دي اسمها فجوة علاجية. احنا عندنا فراغ في هذه المنطقة، مفيش حاجة نعملها للعيانين. كان هذا في الماضي، لا، الآن يوجد أشياء تتعمل في هذه الفجوة بحيث أن العيان إذا ما استفادش من العلاج الطبي والطبيعي ممكن يعمل شيء قبل ما يسلم نفسه للجراحة. الجراحة شيء جميل وبيجيب فايدة، لكن الحقيقة الناس عندها رهبة منه. الفجوة العلاجية دي تم سدها بما نسميه تفتيت وشفط الغضروف، شيء أجريناه مش جديد قوي، أجريناه من سنين وعملنا مئات ويمكن آلاف العيانين، وبفضل الله سبحانه وتعالى الأمور محتاجة إن احنا نعلن عنها ونخلي الناس تعرفها كويس قوي 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 وبمنتهى الأمان.